مش كل طلعة في السعر معناها قوة. بص الأول الفوليوم بيقول ايه؟ حجم التداول او الفوليوم هو عدد الاسهم اللي اتباعت واللي اتشرت فعلا في خلال فتره زمنيه معينه، وعاده بيظهر على شكل اعمده تحت الرسم البياني. بس اهم حاجه هنا ان الفوليوم مش رقم زياده على الشارت، ده من اهم الحاجات اللي بتكشف لك حركه السعر دي حقيقيه ولا خداعه. يعني لو السعر بيطلع والفوليوم عالي وبيزيد معاه، فده غالبا معناه ان الطلوع ده مدعوم بفلوس حقيقيه فعلا وفي ناس مقتنعه بالحركه. لكن لو السعر بيطلع والفوليوم قليل او بيقل، فهنا بقى لازم تهدي، لان ده ممكن يبقى طلوع ضعيف او خداع ومش مدعوم بالشكل الكفايه، وده يخلي الحركه اقرب للضعف من القوه. بس قبل ما اقول لك ليه في ناس كتير بتخسر هنا، اعمل فولو علشان تشوف محتوى اكتر عن التداول بدون اي تعقيد. وهنا بقى النقطه المهمه، اكبر غلطه ناس كتير جدا بتقع فيها انهم يبصوا على السعر لوحده. يشوف السهم ده طالع هيفتكر ان ده معناه ان كل حاجه تمام وانه لازم يدخل السوق فورا، مع ان السؤال الاهم هنا مش السعر طالع ولا نازل. السؤال الاهم، الطلعه دي وراها قوه فعلا ولا مجرد حركه شكلها حلو؟ وده الفرق ما بين واحد بيتفرج على الشارت وواحد بيفهم الشارت. وده معناه ان مش مطلوب منك انك تنبهر باي حركه، المطلوب انك تتاكد ان الحركه دي مصدقه نفسها ولا لا. وعلشان كده المحلل الشاطر مش بيبص على السعر لوحده، ده بيبص على السعر ومع الفوليوم كمان، لان السعر ممكن يطلع لكن من غير دعم حقيقي، وساعتها الحركه تبان قويه من بره لكنها ضعيفه من جوه. خلينا ادي لك مثال واقعي، كأن في مطعمين جنب بعض، واحد زحمه جدا وناس خارجه وداخله طول الوقت، والتاني هادي وفاضي. الزحمه اللي موجوده في المطعم الاول اشاره ان في اقبال حقيقي، مش مجرد انه معلق يافطه حلوه. وده بالظبط اللي بيعمله الفوليوم مع السعر. السعر هو الواجهه، لكن الفوليوم هو اللي بيقول لك الحركه دي عايشه فعلا ولا مجرد منظر. خد الخلاصه من اخوك درويش، حجم التداول هو وقود السوق، ولو السعر طلع فالافضل تشوف معاه فوليوم عالي وواضح علشان الحركه تبقى اقرب لحركه حقيقيه ومدعومه. اما لو السعر طالع والفوليوم ضعيف، فلازم تتعامل بحذر اكتر، لان اكبر خسائر ناس كتير في السوق مش بتحصل لان هم ما شافوش السعر، احيانا بتحصل علشان هم شافوا السعر وما سمعوش للفوليوم هو بيقول لهم ايه. بس عندي سؤال ليك، انت قبل كده دخلت سهم لمجرد انه طالع وبعد كده اكتشفت ان الحركه ضعيفه، ولا لسه اكتر حاجه بتلخبطك انك ازاي تفرق ما بين الطلعه الحقيقيه والطلعه اللي شكلها قوي بس؟ اكتب رايك في الكومنت.